السلام عليكم مليكات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا في تمام الصحه والعافيه. من بين الاشياء اللي كتقلقنا حنا النساء وكتضيع علينا الوقت ملي كنوقفوا في الكوزينه ونبداو نفكروا اش غنديروا لغدا اليوم، اش غنديروا لغدا غدا. انا بدا هذه كتقهرني سيرتو ملي كيكون الاخر الشهر، ملي كتبدا تقاد التقضيه وكنبدا غير كنسلك بداكشي اللي عندي، كنولي غير مقله في عينيا. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم افكار وجبات غداء الاسبوع كامل، واختاروا اللي بغيتوا منهم. مهم يهنيوكم ويفكوكم شويه من من كثره التفكير. قبل ما نبدا الفيديو، قبل ما نبدا الوصفات، بغيت نقول لكم واحد الحاجه، هو انه تسناونا كل يوم خميس غادي نشارك معكم وصفه من المطعم. ماشي انا اللي غنشاركها، وانما الزوج ديالي، بحكم انا هذا هو الدومين ديالو، فغادي نشارك معكم وصفات من المطعم اللي خدام فيه. لذلك شجعوه وخليه باش يبقى يدخل معايا الكوزينه. يلا ما نطولش عليكم، نبداو الفيديو. اول اكله غادي نبداو بها في هذا الاسبوع هو الدجاج بالبطاطا والزيتون في المول في الفران. يعني عوض غادي نديرو مرقه ولا غادي نديرو في الطاجين، غادي نبدلو شويه، غادي نديروه في المول كيجي معلك وزوين وحسن. غادي ناخذ واحد لبول ندير فيه الربيع مقطع، غادي نحك عليه الثومه، الملحه، شويه البزار، شويه السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، وغادي نزيد عليه الزيت، وغادي نعصر عليه واحد الحويمضه، وغادي نزيد حتى واحد المعلقه صغيره ديال التحميره باش تعطيني داك اللوين زويون. غادي نخلط كلشي، وغادي ناخذ واحد لو بول المول ديال الدجاج اللي غادي ندخلو الفران. غادي نقطع فيه البصله شرائح، وغادي ناخذ البطاطا اللي ديجا نقيتها وغسلتها وقطعتها دوائر، غادي نخلطها في هذاك الخليط ديال الربيع والعطريه اللي درت، وغادي نستفها فوق هذيك البصيله. هذيك العطريه اللي بقات ليا غادي نخلط فيها الدجاج الكميه كتبقى على حسب عدد افراد العائله. غادي نخلطها في هذيك التتبيله، وغادي نديرها فوق البطاطا صافي، وغادي ندير الزيتون، طريف ديال الحامض، وممكن هكا كاضافه انا درت الفلفله مقطعه دوائر. صافي غادي نثقب هذاك الدجاج بالموس باش هكا يدخلوا الطياب مزيان، وغادي نغطيه بداك البابيي كويسون مزيان، ومن موراه غادي نغطيه بالبابي الومنيوم. غادي نزير وغادي نديروه في الفران، ما غنزيد حتى شي قطره ديال الماء، لانه هو ديجا غادي عرق، وغادي يرجع ليه البصله وداك الشيء راه غادي يطلق هو وصافي الماء. دخلوه الفران اللي يكون شاعل من الفوق ومن التحت، ويكون سخون حتى تحسوا فيه طاب، وخرجوه عريو عليه لقيتوه طاب. وهذاك لقيتوه مازال ما طاب، عاودوا غطيو عليه ودخلوه الفران. هنايا انا خرجته لقيته طاب، راه شفتوا البلول كيفاش طلق. عاود سقيت داك الدجاج وداك الشيء من الفوق ودخلته هكاك بلا غطا بلا بابي حتى تحمر. وها هي النتيجه كيف ما كتشوفوا، كيجي مشرب و... ومعلك ومحمر ومجيمر وزويون ولذيذ. ودابا غادي ندوزو للاكله الثانيه، واللي هي السفه ديال السميد. السفه ديال السميد من الاكلات المفضله بالنسبه ليا، كتعجبني وبطريقه غادي نوريها لكم غتكون سهله وناجحه من اول مره. غادي ناخذ فاش غادي ندير السميد، غادي ندير انا هنا غير نص كيلو ديال السميد، غادي ندير فيه واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، وغادي نبسبسها مزيان حتى ندخل داك الزيت في السميد. هاد الطريقه اللي غادي نعطيكم ناجحه من اول استعمال، يعني واخا تكوني عمرك ما درتي السفه غادي تنجح معك. وللاشاره انا هذه اول مره كندير السفه بالسميد بصراحه، كنعرف غير ناكلها، ما عمرني ما زعمت عليها انني نديرها، وما عمرني شفت قدامي شي واحد كيديرها. وانا كنت مشهياها بزاف، وكنتسنى عند من شكون غادير ليا شكون غادير، علاش حياه ما تجبديش دراعك وديريها. المهم هنايا درت نص كيلو بسبسه بالسميد، ودرتها تفور على ما طايب، درتها في الكسكاس ودرتها تفور في الماء تكون ديجا طايب حتى طلع عليها البخار. من مور البخار فكاش كيطلع كنخليها تقريبا واحد 15 دقيقه. هنايا حيدتها وسقيتها بكاس ديال الماء، كاس واحد ديال الماء راه كافي، ودخلتها في هذاك السميد. ما قديتش ندير يديا، فدرت انا غير هذاك ديال الخشب. وصافي هنا غادي نديرها في الكسكاس، وغادي نرجعها يفور عليها باش تفور لكم دغيا. غطيو عليها بالفوق من الفوق بشي حاجه، وحتى ما بين الكسكاس والبرمه ديروا القفال، يعني سدوا عليها بشي حاجه باش ما يخرج لكم البخار من تما، راه دغيا غادي تطلع الفوره. وكيف ما قلت لكم من بعد ما يطلع الفار عليها، يعني يخرج داك الدخان داك البخار، خليوها واحد ربع ساعه تقريبا، عاد حيدوها. هنايا من بعد ما دازت، من بعد ما فار بيتها هنايا، وغادي نزيد عليها دابا الماء. القياس ديال الماء اللي غادي ندير في هاد الفوره هادي 3 الكيسان الا ربع بالضبط اللي درت. صافي وغادي ندخل نفس الشيء الماء السميده، وغادي نرجعها ثاني تفور. واحد الحاجه اللي بغيت نقول لكم هنايا، راه اول مره نجربها والله العظيم الا صدقات ليا. زوينه، جات معلكه وزوينه ولذيذه، يعني غير زعموا راه من اول مره غادي تصدق معاكم ان شاء الله باذن الله. تبعوا غير المراحل
والله يخلف على اليوتيوب يعني أكبر معلم، يعني واخا ما تكونيش كتعرفي ديري حتى شي حاجة راه غادي تصدق معاك، يعني في اليوتيوب كيوريك داكشي المراحل كاملة. صافي هنا من بعد ما درت هذاك 3 الكيسان إلا ربع في هاد السميدة دخلتها وهي سخونة خشب، غادي نديرها تفور. من بعد ما درتها تفور غادي نوجد هنايا باش غادي نسقي الفوره الجايه. غادي ندير كاس تاع الحليب ونص كاس تاع الزهر وعويده ديال القرفه، وغادي ندير الحليب يفيض. هنا هاد الزبيب هذاك ديجا سلقته، غادي نزيد فيه معلقه ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال السكر ومعلقه صغيره ديال القرفه ونديرها فوق البوطه تعسل. هنايا من بعد ما فارت ليا السميده غادي نزيد عليها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده عامره بالمزيانه، ولا 2 معالق كبار ما عامرينش بزاف، وغادي ندخلها في هذيك السميده من حدها سخونه حتى تذوب ليا هذيك الزبده. صافي غادي ندير 2 معالق كبار ديال الزبده وغادي نزيد السكر. السكر السنيده كيبقى على حسب الذوق ديالكم، المهم نتوما زيدوا واحد 3 المعالق كبار هكا ولا 2 معالق كبار وذوقوا، بان لكم مازال غادي تزيدوا خاصها السكر زيدوا السكر. بالنسبه لي انا غادي نزيد حتى الحليب المركز. الحليب المركز كيكون حتى هو حلو، لذلك ردوا البال اللي كنتو نتوما غادي تزيدوا حليب مركز نقصوا شويه من السكر، ديروا بحسابه. صافي هنايا غادي نزيد غير هاد الكاس ونص هذا الكاس الحليب والزهر اللي كنت درت، فكيعطيها واحد المذاق زويون. وإلا عندكم حتى الحليب بودرة ديروه حتى هو فيها رشوه في هذه المرحلة، راه غادي يعطيها واحد غيعطيها واحد المذاق رائع جدا. شوفوا كيفاش كتجي معلكة، راه فيها غير هاد التفويرة هذه جات معلكة، يعني نقدر كاع ما نزيدش هاد الفورة الجاية، ولكن غادي نزيدها غير حتى يطلع عليها الدخان، ما غاديش نخلي ربع ساعة من مورا ما يطلع الدخان، يعني غير يطلع عليها الدخان صافي غادي نحيدها. من بعد ما حيدتها عاد غادي نزيد داك الحليب المركز. هاد الحليب المركز اللي زدت انا هذا محلوش بزاف، ولكن لا درت داك الحليب المركز ما بغيتش نذكر النوعيه لان اصلا مقاطعون. الا كان شي حليب مركز حلو بزاف المهم نقصوا من السكر قبل. صافي هذه الاخرى فاش حيدتها زدت غير هذا الحليب المركز وصافي. دابا غادي نحطوها في طبق التقديم، فالتقديم كيبقى اختياري وعلى حسب الذوق، ولا ممكن تحطوها غير بشكل عادي. انا استعملت هذا الاطار المربع وكبيت فيه السفه ديال السميده الوسط، صافي قديته على شكل ديال مربع وحيدت الاطار وزوقتها من الفوق بالقرفه والكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو مهرمش، انا خديته غير من مول الزريعه واحد 2 دراهم ديال الكاوكاو، هرمشتها بحال هكاك وزوقت بها. صافي درت سكر كلاصي والوسط وداك الزبيب اللي كنت درتو شحرته مع الزبده والقرفه وثاني السكر سنيده، وهذا هو الشكل النهائي. فريمون جات معلكه وزوينه. جربوها واخا تكون اول مره غادي تستعملوها، غير زعما راه مساله غير مساله زعما. والله العظيم انا حيت كنت مشهيه ومشهيه بزاف غنتسنى شكون غير صايبها ليا وانا نوض زعمت. تسنيت وانا مشهيه وانا نوض قالت لي ليها غير نص كيلو من الدجاج وفريمون جات زوينه. المهم هذا كان غير اقتراح، وكاو بغيتو تهرسوا به الوجبات ديال الاسبوع. ندوزو دابا للوجبه الثالثه. الاقتراح الثالث وهو كبيله الغليظه، كتجيب واحد الطريقه زوينه وبتتبيله رائعه، يعني كنديرها في الفران كتجي لذيذه بزاف. المهم انا راه كنحاول بما امكن انني ندير الوجبات اللي هما من المطبخ المغربي اللي عاديين وممكن كلشي يديرهم. غادي ناخد واحد البول غادي ندير فيه قزبر ومعدنوس، غادي تكون كميه كبيره شي شويه باش هكا نطلص هذوك الحوتات مزيان ويجيو بنين. غادي نحك عليهم الثومه، غنعصر عليهم واحد الحويمضه، غندير شويه ديال الكمون شويه ديال البزار الخرقوم مطحون التحميره والعطريه ديال الحوت سكينجبير ومعلقه ديال الموطاغ كتبقى اختياريه. صوص الصوجه كذلك اختياريه غير شي شويه، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الخل ونخلط كل شيء مزيان وصافي. هنايا غادي نزيد واحد شويه ديال التحميره لانه بان لي اللون ماشي هو هذاك، باقي ناقصه شويه ديال الحموريه، وزدت شويه ديال التحميره. خديت اللاطه اللي غادي ندخلها الفران دهنتها بشويه ديال الزيت، صافي كنحط فوق من هذوك الكابيلات اللي كنكون ديجا غسلتهم مزيان بالملحه والخل وحتى تسقطوا مزيان، وغادي نعمرهم بهذيك التتبيله اللي درت. غادي نعمرها كامله في الواجهه وحتى بالجناب غادي نشرحهم بموس وغادي نعمرهم مزيان. غادي شت ليا واحد شويه ديال داك الشيء ديال العطريه، غادي نحك عليه واحد المطيشه، حكيت عليه مطيشه وحده او لا جوج اللي بغيتو، صافي غادي نديرهم هكا في الجناب. بعض المرات راه كنفرش ليهم غير الربيع، يعني الاوراق ديال الربيع وكندخلهم للفران. وبعض المرات هكا يعني لو شات لي هكا شي شويه ديال العطريه بحال هكا راني كنزيد عليهم مطيشه ونديرهم باش كتعطيني ديك التعليكه وفاش نغمس نيت بالخبز. غادي نزيد شرائح ديال الحامض ونزيد شويه ديال الفلفله حتى هي مقطعه شرائح زويتينات، وغادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون. صافي وغادي ندخلها الفران اللي كيكون ديجا شاعل سخون، من مشعل من الفوق ومن التحت.
بالنسبة للمقبّلات غادي ناخد هنا مقيلة ندير فيها شوية زيت، الملح، البزار والفلافل مقطّع طريفات كيف ما كتشوفوا في الألوان. من بعد ما كيتشحروا شي شوية كنزيد معلقة ديال الزبدة وكنزيد معلقة صغيرة ديال الخرقوم مطحون، وكندير الروز مسلوق ديجا سلقته وصفيته من الماء. غادي نزيدو عليهم هاد الطريقة ديال هاد الروز دائمًا كنزيدها كمرافق هاكا لشي وجبة رئيسية. صافي وكنخلّط نزيد عليهم شوية ديال الربيع وغادي نحرّك مزيان ونشحّرها حتى كتنشف شي شوية. كتجي هاد الطريقة ديال الروز زوينة، يعني بعض المرات كنديرها مع المايونيز والطون وداك الشي، وبعض المرات كندير بهاد الطريقة كتجي ساهلة وزوينة. صافي غادي ندير شوية ديال البطاطا مسلوقة وسالاد ماروكان عادية، وغادي نزيد مليحة بزيرة شوية ديال الكمون، وغادي نزيد شوية ديال الربيع مقطّع. سلطة ماروكان كتعجبني فيها حتى الربيع حتى هو كنزيدو فيها كتعجبني كتجيني بنينة وزوينة. صافي غنزيد زيت الزيتون وغادي نقدّم هداك الروز في هاد الطبيصلات بحال هاكا بهاد الطريقة باش كيعطي داك العين حتى هي تاكل. وكان هذا هو طبق ساهل وبسيط وفي المتناول. وبالنسبة للمقبلات فراكم نتوما ديروا اللي بغيتوا حسب الاختيار وحسب المتوفر. اللي مهم هو أنه الاقتراح هو هذا، نحاول بما أمكن يعني كيف قلت لكم ندير لي الحاجة اللي هي في المتناول والحاجة اللي هي عادية في المطبخ المغربي وكل شيء ممكن يديرها. اللي مهم كبيلة بهذه الطريقة راه كتجي لذيذة وزوينة وبنينة بداك الحامض وبديك التتبيلة. إلا بغيتو تجربوها بهاد الطريقة راه كتجي زوينة ما كتجيش كاع باسلة ولا باينة بأنها كبيلة. بالنسبة للاقتراح الآخر وهي بيتزا. أنا بيتزا كتجيني الحل الأمثل والأسرع والأسهل. نهار كنحصل كندير بيتزا سورتو أنها كتعجب الوليدات فكنديرها بزاف للدراري. بالنسبة للمقادير يعني بالضبط ما غاديش نقول لكم الكميه بالضبط، ولكن تقريبا جوج انا كندير عيني ميزاني بصراحه، ولكن تقريبا جوج زلايف ديال الفورص وزلافه ديال القمح العادي اللي بنخاله. كندير معلقه ديال شويه ديال الملحه، معلقه كبيره عامره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ونص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت الزيتون الزيت العادي اولا زيت الزيتون اولا زيت العادي اللي متوفر عندكم. والزعتر هكا كنحكو بيدي وكنديرو. بالنسبة للكمية ديال الماء مهم شوفوا العجينة كيف كتبان لكم. نخليها شوية مرخوفة كتلصق في اليد. والسر ديالها هو انكم تخليوها غطيو عليها وخليوها حتى توجدوا داكشي اللي غادي ديروه فيها على خاطر خاطرها حتى كتنفخ مزيان كتجي هشيشه ورطبه. صافي هنا غادي نشوي الفليفلات، غادي ندير ديك البصيله شرائح مع شويه ديال الملح والبزار والزيت نديرهم فوق في المقله فوق البوطه. هنا مطيشه محكوكه حتى هي مع الملحه بزار شويه ديال الزيت والتحميره. غادي نديها ونجيبها حتى هي طيب فوق البوطه، ونزيد عليها شويه ديال الزعتر حتى هي نحكو هكا غير بيديا. شوفوا هنايا العجينه كيف ولات منفوخه يعني كتنفخ كيتضاعف الحجم ديالها بزاف. غادي نخويها من الهواء. شوفوا يعني شحال كانت منفوخه. ها هي فشيتها نفخت لها الرويض. كانت منفوخه وفشيت لها الرويض. صافي هنا غادي نديرها فوق طاولة العمل. غادي ندير واحد الكمية لا بأس بها ديال أنا كنقرص بالنخال، وتقدروا ديروا تعوضوا القمح ديال باللي بنخال تعوضوه بفينو يعني اللي بغيتو. أنا كنديرها غير بالقمح بالنخالة كتجي مزيانة. غادي نقسمها علاش ما بغيتو. انا كنديرهم كبار ديال القلب يعني عوض ما غادي الا بغيتو ديرهم صغار ديروهم صغار. كنديرهم كبار لان هادشي راه ديال الغدق. وصافي غادي نورق العجين مزيان حتى يولي السمك ديالها رقيق يعني تقريبا واحد 3 مليمتر، يعني ماشي 1 سنتيمتر يعني رقيقه. صافي وغادي نفرش اللاطه نفرش لها الدقيق مزيان لان العجينه مرخوفه باش ما تلصقش ليا. غادي نديرها في اللاطه وغادي نقادها وكاو بحال هكا مع ملي كتديروها في اللاطه كتجمع شي شويه عاودوا ورقوها. غادي نثقبها مزيان بالفورشيط كامله وغادي ندير فوق منها صوص طوماط اللي كنت ديجا وجدت. صافي وغادي نسرح فوق منها داكشي اللي باقي. ندير البصله هكا شرائح. الفلفله اللي كنت مشويه ديجا حتى هي نقيتها وغسلتها وقطعتها طريفات حتى هي نديرها فوق منها. نسيت ما قلتش لكم انا هنا غنديرها بالطون. يعني نتوما تقدروا ديروها بالكفته ولا اللي بغيتو. انا كنديرها غالبا كنديرها غير بالطون في الاغلب كنطون ولا كرت اللي عجبكم. صافي غادي ندير طون الزيتون كحل حتى هو نديرو فوق منها. صافي عاد كندير فرماج موتزاريلا محكوك وكندخلها الفران شاعل عليه من التحت حتى كتقرب شويه طيب عاد كنشعل عليه من الفوق
المهم انا حيت كندخل كلشي بدقه كنشعل الفران فوق ولتحت لان كندير اللاطات بجوج اللي كتحمر فوق كنهبط لتحت واللي كتحمر من تحت كنطلعها الفوق وخليطو زليطو المهم كلشي كيطيب وها نتوما غتشوفوا في النهايه كيف غادي تجي راه كتجي زوينه ومرخوفه والعجينه رطبه بزاف. هذه نسيت ليها الزيتون كحل ما عرفتش نص ثاني لان مع الزربه والدراري كيجيو مع 12 خاصهم يلقاوها طايبه زرب زرب هذه كتجي العجينه مرخوفه ورطبه وفي نفس الوقت كتكون محمره وزوينه من التحت. ايوا شوفي اختي التعليكه ديال الفرomاج كيفاش دايره وشوفي العجينه ولا بات يعني كيفاش طايحه ورطبه وهشيشه وفي نفس الوقت من التحت راها كتكون محمره وطيبه زوينه زعما كتجي زوينه بهذه الطريقه. الاقتراح الاخر غندير اختي السردين الكواري في طويجين غادي ناخذ داك انا عندي هاد المولينكس كتهنيني غندير فيها السردين البصله قزبر ومعدنوس والثومه والعطريه كامله يعني التحميره الكمون البزار عطريه ديك عطريه الحوت والخرقوم وطحن كلشي بدقه واحده هني راسي. صافي ملي كنخرجها كنزيد على عويصر ديال الحامضه والروز اللي ديجا نقيته الروز العادي نقيته وغسلته كنزيدو عليها صافي ونخلط كلشي وغادي ندير في الطاجين غادي ندير فيه مطيشه محكوكه غادي نزيد عليه الثومه حتى هي محكوكه قزبر معدنوس بزار كمون ملحه خرقوم سكينجبير تحميره وعطريه الحوت شويه ديال زيت الزيتون صافي غادي نخلط هادشي كامل وغادي نديرو فوق البوطه غنزيد واحد شويه ديال الماء علاش لان باش يطيب ليا فيه هذاك هذا الحوت كواري صافي غادي نبدا نكور في السردين وغادي نحط في الطاجين ونديرو فوق البوطه يطيب ولكن غادي نزيد عليه واحد شويه ديال فليفله مقطعه ونزيد شويه ديال الماء فليفله مقطعه والزيتون طريف ديال الحامض ونديروه فوق البوطه هذا مكان. ايوا هنا حتى الاخر حتى قرب يطيب عاد تفكرت ورق سيدنا موسى زدتها حتى هي الفوق باش تعطيني واحد اللذه وهذا في الاخر شوفوا كي كيجي كيشرب بالمزيان الطاجين راه كيف ما كتعرفوا الطين كيشرب بالمزيان وكيجي معلق ولذيذ والحوت كواري راه حنا مسردين الحمد لله والشكر لله يعني السردين في المغرب راه موجود. الاقتراح الآخر اللي غادي ندير معكم هو مريقة باللحم بالبطاطا قصبية والزيتون وشوية ديال الفريت فانتوما كتخضروا باش ما بغيتو تقدروا ديروا خيزو بطاطا عادية. المهم خديت غادي ناخذ كوكوط غادي ندير فيها بصيلة مشلطة واللحيمات غادي ندير فيها شوية الملح شوية البزار شوية سكينجبير شوية الخرقوم شوية معلقة صغيرة صافي غادي ندير الزيت غادي ندير عليه الثومه والربيع صافي وغادي نشحرو في المقله فوق البوطه نديه ونجيبو حتى طيح البصله عاد غادي نزيد عليه الماء ونسد عليه حتى طيب اللحم يطيب اللحيمات عاد غادي نعري عليه ونزيد ديك البطاطا القصبيه نزيد الزيتون وغادي نعاود نسد عليه حتى طيب البطاطا القصبيه البطاطا راه دغيا غطيب صافي وغادي نقدمو نحطو في الطبسيل ونكب عليه الفريت صافي وهذا ما كان سهل ماهل خفه نزربن. حيت المرقة شي حاجة اللي هي عادية دابا مختصرة اختصرت عليكم الطريق فكانت هذا هو الاقتراح السادس وصافي الاقتراح السابع هو كسكسو راكم حنا معروفين نهار الجمعة اليوم السابع نهار الجمعة راه حنا دائما عندنا كسكسو الحمد لله والشكر لله ان هذيك أكلة مشتركة ما بين المغاربة كاملين يوم الجمعة. وهذا مكان كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وعجبكم الاقتراحات اللي درت معكم وما تنسوش موعدنا يوم الخميس كل يوم خميس مع سلسلة جديدة وصفة مع زوجي من المطعم يجي عنوان زوين وصفة مع زوجي من المطعم إن شاء الله بإذن الله فغادي نبدا معكم هذه السلسلة كل يوم خميس فتسناونا كل يوم خميس إن شاء الله بإذن الله. والبنات اللي درت معهم غادي نشارك معهم معلومات أكثر على صناعة العطور اللي بغى يبدا مشروع ولا اللي بغى يصايب لراسو نيت فما غنساكمش نتوما غادي ندير معكم سلسلة كل يوم اثنين إن شاء الله غندير معكم كيفاش تصايبوا بارفان ديال النساء بارفان ديال الرجال وغادي نصايب معكم كيفاش تصايبوا معطر الجو كيفاش تصايبوا معطر الجسم كيفاش تصايبوا مخماريات ان شاء الله باذن الله بزاف ديال المعلومات. وأون باراليل راه غنبقى ندير معكم فيديوهات اللي غنشارك معكم فيهم التجارب ديالي في المنتجات رأيي الصريح فيهم افكار نصائح معلومات يعني فيديوهات اللي غادي تفيدكم ان شاء الله من خلال تجربتي الله يقدرني انني نسجل هذه الفيديوهات ونقد انني ندير لهم المونتاج. فحتى لهنا وصلنا لنهايه الفيديو ما تنسيش دائما تهلاي في راسك وتهلاي في صحيحتك ونخليكم في امان الله ونلقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.